السلام عليكم. معكم باشمهندس حسام ميرا من قناة حسام ميرا للرياضيات. درسنا النهارده هو الدرس الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي. الدرس بيقول القوة الصحيحة غير السالبة. لو تفتكروا خدنا الدرس الأولاني الضرب المتكرر وقلنا هو الأسس، ففي الدرس ده احنا هناخد القوة الصحيحة غير السالبة. يعني إيه؟ يعني هناخد الأسس الموجبة، وبإذن الله الدرس الجاي هناخد الأسس السالبة. فعايزك تركز معايا لأن الدرس ده بشكل كبير مرتبط بالدرس الجاي. تمام كده؟ لو نفتكر كده كنا بنعمل ايه في ضرب الاساسات المتشابهه؟ يعني ايه؟ يعني لو عندي 2 اس 2 ضربتها في 2 اس 3 كنا بنعمل ايه؟ ايوه كنا بنقول ده الاساس اللي هو 2 بنقله، وبعدين اقول 2 زائد 3 اللي هي ب5. تمام كده؟ طب الجديد بتاعنا ايه في الاعداد النسبيه؟ لو قلت ربع اس 2 في ربع اس 2، تمام كده؟ كنا برضو بنقول بننقل الاساس اللي هو الربع، صح؟ واتنين واتنين 4. طيب لو عندنا حاجة زي كده سالب تلت أس 2 في تلت أس 2. أيوه نفتكر بقى احنا كنا بنقول إيه؟ بنقول السالب مع أس زوجي بيروح بياكله، صح؟ يعني يعتبر تلت أس 2 في تلت أس 2، صح كده؟ فبنقل الأساس اللي هو التلت ويبقى تلت أس 4. 1 أس 4 بواحد، و3 أس 4 ب81. وكنا نفتكر برضو لو احنا مثلا جالنا كده سالب نص أس 3 في نص أس 2، كنت بتعمل إيه؟ كنت بطلع السالب بره لأن ده أس فردي، فبطلع السالب بره وبنقل الأساس زي ما هو تلت أس 3 في تلت أس 2، صح كده؟ لسه معايا السالب، بنقل الأساس اللي هو التلت، وتلاتة واتنين 5 وبجيب الناتج. تمام كده؟ طب قسمة الأساسات المتشابهة كنا بنعمل إيه؟ نفس الفكرة بتاعة الضرب، بس في القسمة بنطرح الأسس مش بنجمعها. يعني س أس 7 على س أس 2 كنا بنعمل إيه؟ بنقول الأساس هو الأساس، فباخد السين و7 ناقص 2 اللي هي 5. تمام كده؟ طب لو جالي تلت أس 4 على تلت أس 2 بنفس الفكرة، عندي الأساس ثابت اللي هو تلت، ودي اسمها 4 ناقص 2 بيديني 2. تمام كده؟ طيب سالب نص أس 5 على نص أس 2 كنا بنعمل إيه؟ سالب مع أس فردي بنطلع السالب بره، وبني الأساس زي ما هو على نص أس 2. بسيب السالب زي ما هو، بني الأساس اللي هو نص. 5 ناقص 2 ب3، يبقى دي بتساوي سالب 1 أس 3 بواحد، و2 أس 3 ب8. يبقى الناتج بتاعي هنا بسالب 8. طب لو كان عندي حاجتين مختلفين، يعني إيه؟ لو عندي س أس 3 صاد أس 2 على س صاد، بكل بساطة باخد الأساس اللي شبه الأساس، يعني إيه؟ يعني س وس. س أس 3 على س بيديني س تربيع، صاد أس 2 على صاد بيديني صاد. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده التوزيع في الضرب. تعال نشوف التوزيع في الضرب ده معناه إيه. يعني لو قلت لك مثلا ألف أس 2 باء أس 3 الكل أس 2 كنا بنعمل إيه؟ أنا كنت بتعامل دايما مع أساس واحد. طب هنا مثلا في رمزين، إيه المشكلة عندك؟ باخد الألف أس 2 الكل أس 2، لو قلت لك ألف أس 2 الكل أس 2 بتعمل كام؟ ألف أس 4، صح؟ في باء أس كام؟ 3 في 2 بكام؟ ب6. ليه كده؟ مش هي باء أس 3 كل أس 2 اللي هي باء أس 3 باء أس 3، صح؟ فبنقل الأساس واجمع الأسس، فهنا بنضربها كل الحكاية في الرقم. طب لو جالنا حاجة زي كده، برضو بنفس الطريقة هقول الناتج هنا س أس 3 صاد أس 3. هل في أي مشكلة؟ بالنسبة برضو للتوزيع في القسمة نفس الفكرة. كل الحكاية بنعمل إيه؟ بيجي لي حد زي كده أ باء تربيع على ج مثلا الكل أس 2، بنفس الطريقة باخد كل رمز وأوزع عليه الأس، يبقى ألف أس 2 باء 2 في 2 ب4، يبقى باء أس 4 على ج أس 2. تمام كده؟ طيب
لو جالنا س تربيع ص على ع أس 3 الكل أس 3. هاخد السين أس 2 يبقى 2 في 3 ب6 س أس 6 ص أس 3. تمام كده. عين 3 في 3 ب9 مش 3 و3 6، لا هنا بنضرب الأسس في بعضها يبقى عين أس 9. طيب لو جالنا بقى أسين فوق بعض، يعني إيه أسين فوق بعض؟ هي الفكرة قريبة من دول شوية. يعني أنا لو قلت لك 2 أس 2 الكل أس 3، هتقول لي إيه؟ إيه ده؟ أنا عندي الاتنين أس 2 دي هي كلها على بعضها أس 3. فبكل بساطة لو أنا بحل بالطريقة القديمة هعمل إيه؟ هقول إن دي 2 أس 2 في 2 أس 2 في 2 أس 2 صح؟ مش إحنا بنقول هنا الأساس اللي هو جوه ده بتكرر 3 مرات؟ أهو اتكرر 3 مرات، فبعمل إيه؟ باخد الأساس اللي هو 2 وبجمع الأسس 2 و2 و2 6 يبقى 2 أس 6. فإحنا بنسهلها بقى عليك ونقول لك إيه؟ لو هنا أس وفي بره كمان أس بنضرب الأسين في بعض، يعني دي 2 و3 يبقى نقول ناخد الأساس اللي هو 2 و2 في 3 ب6 كده خلصت. طيب يعني لو جات لي في الأعداد النسبية أعملها إزاي؟ لو جالي ربع أس 2 الكل أس 3 أقول لي هعمل إيه؟ هاخد الربع صح و2 في 3 ب6 تمام وطلع الناتج كده خلصت. طب لو جالي مثلا سالب تلت الكل أس 2 الكل أس 3، احنا قلنا ايه؟ السالب مع أس زوجي، بس هنا بقى استأذنك استنى لما تخلص. يعني ايه؟ ان الأساس اللي هو سالب 1 على 3 صح كده؟ 2 في 3 ب6. ابدأ اتأكد هنا بقى، هنا الأس بتاع ايه؟ زوجي، يبقى ياكل السالب، دي كأنها تلت أس 6. هل في أي مشكلة؟ لو مثلا بقى كده 7 أس 2 في 7 أس 3 على 7 أس 3. بنعمل إيه؟ بناخد مثلا الأساس اللي هو السبعة، هو ثابت 2 و3 5 على 7 أس 3 هيساوي كام؟ 7 أس 2. وكان ممكن ببساطة دي 7 أس 3 تروح مع 7 أس 3 يفضل هنا 7 أس 2. طب لو أنا جالي حاجة كده قلت لي السالب مع أس فردي هيطلع السالب بره صح؟ وقلت لك أنا في الحالة دي في الأسين اللي فوق بعض هستأذنك تستنى لحد ما تخلص المسألة. يعني إيه؟ هنقل الأساس اللي هو سالب 1 على 3 وقلت 3 في 2 ب6 كده أقدر أقول إن هو كان السالب. خلاص كده؟ تمام. في بقى ملحوظة مهمة، مفيش توزيع في الجمع ولا الطرح. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك س زائد ص كل أس 4، ما تجيش تقول لي دي س أس 4 زائد ص أس 4، لا غلط. دي حاجة لما تكبرها هنقول لكم عليها، بس مفيش حاجة اسمها توزيع هنا. بنفس الطريقة لو قلت لك 3 أس 10 زائد 3 أس 10 زائد 3 أس 10، اوعى تقول لي أنا هاخد الأساس وأجمع الأسس تبقى 3 أس 30، غلط. لا، أنا لو لقيت حاجة زي دي مكررة هناخد عامل مشترك. خليني كده هكتب لك شوية أمثلة على النظام الجديد ونفهم بيهم الطريقة اللي أنا بقول لك عليها دي. طيب خلينا نشوف بقى الأسئلة في النظام الجديد على الجزء ده بتبقى عاملة إزاي. أول سؤال بسيط زي كده، سالب 3 على 5 كل أس 7 على 3 على 5 أس 5. قلت لي يا باشمهندس عشان أعمل قسمة أو ضرب لازم أتأكد الأساس متشابه. طب هنا سالب 3 على 5 وهنا 3 على 5 إزاي هعمله؟ طب ما خليك ذكي، أنا قلت طالما في سالب مع أس فردي في قوس واحد بطلعه بره، يعني كل ببساطة هعمل كده سالب 3 على 5 كل أس 7 على 3 على 5 كل أس 5 كده صح؟ أديني سايب السالب 3 على 5 و3 على 5 الأساس متشابه فأقول 3 على 5 و7 ناقص 5 2 يبقى دي بتساوي ادي السالب 3 أس 2 ب9
5 أس 2 ب25، يبقى الناتج بتاعي سالب 9 على 25. طيب مسألة زي دي، عندي 4 على 5 على 4 على 5 و4 على 5، هنا الأساس ثابت بس هنا قسمة وهنا ضرب. في حاجة بسيطة ممكن تعملها، ممكن طالما هو الأساس ثابت آخد الأربعة على 5 وقسمة يعني طرح أسس 8 ناقص 6 وضرب يبقى زائد 1. يعني إيه؟ مش الأربعة على 5 دي كأن أسها 1 ودي ضرب بجمع في الطرح وفي القسمة بطرح الأسس، يبقى صح. يبقى 4 على 5 كل أس 8 ناقص 6 2 زائد 1 3، بقت 4 أس 3، 4 في 4 ب 16 في 4 ب 64 على 125. قلت لي أنا مش فاهم دي وبتلخبط فيها، هقول لك اعمل القسمة الأول. أدي 4 على 5 8 ناقص 6 ب2 وبعدين اعمل الضرب اللي هي 4 على 5. عندي الأساس ثابت هاخد الأساس واجمع الأسس 2 زائد 1 ب3 تديك نفس الناتج. شوف الطريقة السهلة عليك. هنا سالب 5 أس 4 في 5 أس 2 على 5 أس 3. قلت لي دايما يا باشمهندس أنا بتأكد إن الأساس هو هو. قلت لك لما تلاقي إشارة سالب ما تخافش، أنت لو عندك أس فردي السالب ده هيطلع بره، ولو عندك أس زوجي هياكل السالب. فهنا ده أس زوجي كأن السالب ده مش موجود، كأنها كلها 5، فأنا هخلص البسط. أدي 5 دي عملية ضرب، يبقى أجمع الأسس 4 زائد 2 ب6. هنا عملية قسمة، أدي 5 أس 3. عند القسمة بنطرح الأسس، أدي 5 6 ناقص 3 ب3، يبقى 5 أس 3 ب125. طيب مسألة زي دي أول ما تبص كده ده توزيع في ضرب وقسمة. هنا أ أس 3 كل أس 3، قلنا إيه؟ قلنا بنضرب ده في ده، يبقى أ 3 في 3 ب9 في ب 2 في 3 ب6 على ج 3 في 3 ب9. طيب هنا ده أس فوق أس، قلنا بنضربهم في بعض يعني 2 في 4، وبقول لك سيب السالب لحد ما تخلص، يعني ده سالب 3 على 2 صح كده؟ الكل أس كام؟ الكل أس 8. ده أس زوجي يا باشمهندس يبقى يلغي السالب، يبقى 3 على 2 كل أس 8 وأجيب الناتج. طيب ربع العدد 4 أس 20. إيه ده؟ إيه الصعب في كده؟ بقول لك ربع العدد، لو انا قلت لك ربع الاربعه كام بتقول لي 4 على 4 بيساوي 1، فلما اقول لك ربع اي عدد يعني اقسمه على 4، فكل اللي هعمله انا هقول دي 4 أس 20 على 4، نفس الاساس اللي هو 4 انقله، ومش دي كأنه أسها 1 يبقى 20 ناقص 1 يبقى 19، بس كده خلصت. يبقى المسألة دي كام؟ 4 أس 19. نفس الفكرة لو أنا قلت لك ضعف العدد 2 أس 5، يعني إيه ضعفه؟ يعني أضربه في 2 يبقى 2 في 2 أس 5 يدينا 2 أس 6. طيب 3 أس 10 في 3 أس 10 في 3 أس 10. قلت لي يا باشمهندس لما الاقي الأساسات متشابهة بنقل الأساس اللي هو 3، أدي التلاتة وبجمع الأسس 10 و10 و10 يبقى 30 صح كده؟ يبقى ده الناتج صح. قلت لي يا باشمهندس برضه مفيش توزيع ولا جمع أسس في الجمع والطرح صح؟ قلت لك كده. طب دي نعمل فيها إيه؟ إيه ده جمع، بس لو تفتكر كده في الترم الأولاني قلنا لما نلاقي معامل عددي زي ده متكرر باخده عامل مشترك. يعني إيه؟ هاخد 3 أس 10 عامل مشترك صح؟ وقلنا العامل المشترك يعني كأني بقسم كل دول على 3 أس 10 صح كده؟ طيب 3 أس 10 على 3 أس 10 بواحد، 3 أس 10 على 3 أس 10 بواحد، وهكذا اللي هم 3 مرات. دي هتساوي 3 أس 10 في كام بقى؟ 1 و1 و1 3. أصبحت مسألة أسس 3 أس 10 في 3 نفس الأساس بنقل الأساس وأجمع الأسس 10 زائد 1 11، يبقى هتديني كام؟ 3 أس 11. نفس الفكرة 4 أس س و4 أس س و4 أس س و4 أس س. قلت لي في الجمع والطرح لا أنا باخد عامل مشترك ما بجمعش الأسس صح؟ هاخد ال4 أس س أهي. معايا كام واحدة منها؟ ادي 1 2 3 4 اللي هي 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 كأني قسمت عليها، يبقى دي هتساوي 4 أس س في 4 صح؟ قلت لك بتلاقي الأساس هو هو بتاخده اللي هو ال4 وتجمع الأسس يبقى س زائد 1. تمام؟ ما تخافش من موضوع الأسس. عندي هنا أسين فوق بعض، قلت لي يا باشمهندس أول ما أشوف أسين فوق بعض أضربهم في بعض صح؟ يبقى 3 في 4 ب 12، هو قال لي 7 أس 12،
يبقى دي النتيجة كام؟ دي لو أنا بطلعها كده هقول لك كام؟ 7 أس 12 على 9 أس 12 صح؟ قلت له يا باشمهندس ده جايب لي 3 أس كام؟ طب ما تخليك ذكي، مش أنا عارف الأسس وأنا عارف ناتج المسألة اللي هو 7 أس 12 على 9 أس 12، 7 أس 12 مفيش عليها خلاف خلاص. طيب التسعة دي بقوم واخدها اللي هي الأساس بتاعي صح؟ أقول التسعة دي عبارة عن 3 أس كام؟ مش هو عايز 3؟ فبقول دي 3 أس 2 صح؟ خلاص فبشيل التسعة دي وبكتب مكانها كام؟ 3 أس 2. الكل أس كام بقى؟ 12. قال لها ده أصبحت أسين فوق بعض زي ما أنت بتقول لي. أيوه، أضرب الأسين في بعض، 2 في 12 ب 24 وتبقى خلصت المسألة. طيب عندي بيقول لي سؤال اثبت. سؤال اثبت كل الناس بتخاف منه مش عارف ليه. هو سؤال بسيط، كل اللي بتعمله أنت بتاخد الطرف ده وتحاول توصله للطرف ده. طب دي 5 و5 وجمع وطرح وما خدش عامل مشترك واتلخبطت انت ما انتش عارف تعمل ايه. بكل بساطه انت بتلاقي اسس مجموعه. احنا قلنا في الضرب بنعمل ايه؟ قلنا في الضرب بنجمع الاسس يا باشمهندس. طب ما تيجي نرجعها لاصلها. يعني ايه؟ يعني انا هرجعها 5 اس س في 5 اس 2. هل كده غلط؟ اللي هتقول لي هي دي هتديني دي، اقول لك تعالى الاساس هو اللي هو 5 صح؟ اجمع الاسس يبقى س زائد 2 فعلا ادتني هي. طيب ادي علامه الناقص واعمل دي برضو زيها تبقى تديني 5 اس س في 5 اس 1 صح؟ عشان لو جيت ضربتهم في بعض هتديني دي. طيب الوقت بقى في الجمع والطرح قلت لك هتلاقي عامل مشترك. طب تعالى بص كده هتلاقي ال 5 اس س دي متكرره، اخدها عامل مشترك. ادي ال 5 اس س، افتح قوس كاني بقسم المقدار ده كله على 5 اس س. فاضل لي هنا ايه؟ 5 اس 2 وبنقل الإشارة زي ما هي اللي هي السالب، وهيفضل لي هنا إيه؟ 5 أس 1. تمام كده، يبقى دي هتساوي 5 أس س وأفتح القوس. 5 أس 2 بكام؟ ب25 ناقص 5 أس 1 بكام؟ ب5. يبقى دي هتساوي كام؟ 5 أس س في 25 ناقص 5 20. يبقى هي اديت لي الطرف اللي هو عايزه. ما خافش من السؤال اثبت. بنفس الفكرة 3 أس 15 زائد 3 أس 14 كلهم في قوس كده، عايز يثبت إن هو بيقبل الاسم على 4. تقول لي يا باشمهندس ده مفيش أصلا رقم 4. طيب ما قلت لك أنت خليك ذكي، قلت لك لما تلاقي جمع وطرح اعرف إن أنت هتاخد عامل مشترك صح؟ فال3 أس 15 دي أنا هخليها 14 زائد 1. قلت لي اشمعنى انا خليتها 14 زائد 1؟ هقول لك ليه دلوقتي. زائد 3 أس 14. إذا أنت ملاحظ إيه؟ ده 3 أس 14 زائد 1 و3 أس 14. وقلت لي يا باشمهندس لما الاقي علامة جمع في الأسس كده برجعها لأصلها. قلت لك أيوه أعمل كده. يبقى دي 3 أس 14 في 3 أس 1 صح؟ لو أنا جيت عملتهم هتقول لي الأساس اللي هو 3 و14 زائد 1 زائد 3 أس 14. قلت لي يا باشمهندس لما بلاقي جمع بعرف إن في عامل مشترك. قلت لك أيوه. يبقى دي 3 أس 14 وأفتح القوس. فاضل لي من هنا إيه؟ 3 أس 1 زائد نفس العلامة 3 أس 14 3 أس 14 بواحد. يبقى دي كأنها إيه؟ 3 أس 14 في كام بقى؟ 3 زائد 1 ب4. طلع لي رقم 4. هو عايز يقبل الاسم على 4، يعني أنا لو قسمته كده على 4 الأربعة تروح مع الأربعة يبقى بيقبل. فأول ما أوصل للخطوة دي أقول له إذا العدد ده بيقبل الاسم على 4. خلينا كده نبص على سؤال تعويض وننهي بيه الدرس ده. طيب خلينا نشوف كده أسئلة التعويض في الجزء ده بتبقى عاملة إزاي. بيقول لي عندي الألف بيساوي 5 على 3 والباء بتساوي سالب 3 على 2 والجيم بيساوي 2 على 5. عايز قيمة المقدار. أول مقدار ده ألف أس 2 جيم أس 2 الكل أس 2 على باء. تقول لي يا باشمهندس ده كبير قوي هعمل فيه إيه؟ بص بكل بساطة أنا بحب آخد البسط لوحده أخلصه وبعدين أروح للمقام. يعني إيه؟ يعني أنا آخد الألف تربيع جيم تربيع الكل تربيع أخلصه. ازاي هتعمل ده؟ هقوم واخد اهو الالف تربيع اللي هو بكام؟ 5 على 3 الكل اس 2 صح؟ في الجيم بكام؟ ب2 على 5. ادي 2 على 5 تربيع كل دول تربيع. قلت لك لما تلاقي قوس صغير وقوس كبير تعمل ايه؟ اخلص القوس الصغير وبعدين الكبير صح كده؟ ادي القوس الكبير. 5 اس 2 ب25. 3 اس 2 ب9 في 2 أس 2 ب4. 5 أس 2 ب25 أهو الكل تربيع. طيب أعمل إيه هنا؟ 25 هتروح مع ال25 هيفضل لي في القوس ده كله 4 على 9 كل تربيع. طيب 4 تربيع بكام؟ ب16.
9 تربيع بكام؟ ب81. كده أنا جبت البسط، بس ناقص أنا لسه ما خلصتش. هو عايز يقسمه على باء، يعني إيه؟ يعني هقول 16 على 81 على باء. باء بكام؟ ب3 على 2. كنا بنعمل إيه في القسمة؟ بنقل الحد الأول، القسمة تبقى فيه أشقلب الكسر، يبقى -2 على 3. خلاص كده؟ -2 في 16 ب32. 3 في 81، 3 في 1 ب3، 3 في 8 ب24. يبقى هو ده الناتج بتاعي. طيب المقدار التاني اللي هو ده، قلت لي ده انا هنا مش هينفع اجيب بسط ومقام عشان في لا، بنفس الطريقة هقول 2 ألف باء اهي. 2 في ألف اللي هو ب5 على 3 في باء اللي هي ب3 على 2 بيساوي. أشوف اختصارات، أيوة 2 هتروح مع الاتنين والتلاتة هتروح مع التلاتة، هيفضل لي في البسط -5 والمقام ما عادش فيه حاجة، يعني 1، يعني كأنها -5. خلاص. طب ده 2 ألف باء مقسومة على كام بقى؟ على 5 ج. طب ما أجيب 5 ج. 5 ج 5 في 2 على 5، الخمسة هتروح مع الخمسة هيفضل لي 2. يبقى 2 ألف باء على 5 ج كل أس 3 بكام بقى؟ أهو 2 ألف باء جبناها بكام؟ ب5، والخمسة ج جبناها بكام؟ ب2. يبقى ده كأنه -5 على 2 الكل أس كام؟ الكل أس 3. قلت لي سالب مع أس فردي، يبقى السالب يطلع بره صح، و5 أس 3 ب125 و2 أس 3 ب8. يبقى أنت كده سؤال التعويض اللي بتخاف منه حليته ببساطة. قسم البسط والمقام وبعدين اعمل العمليات الحسابية براحتك. أتمنى أكون فدتكم في الدرس ده، وانتظروا بإذن الله الدرس الجاي وهنحل تمارين إن شاء الله هقول لكم ميعادها قريب. ولو عجبك الفيديو شيره واعمل لايك عشان نكمل في المحتوى اللي بنقدمه لكم، وشكرا.